السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نشوفوا الجمال دوت. معانا كيكة الرواني. بصوا شكلها جميل ازاي، وطعمها تحفة تحفة تحفة. طعمها جميل جدا. بصوا عاملة ازاي، دايبة كده دوبان، وحلو قوي بصراحة. يعني انا اول مرة بصراحة اجربها. يلا بينا نشوف الطريقة. معانا 3 بيضات. تمام. بصوا انا كسرت بيضة لقيتها بصفرين، فكده هحط بيضة واحدة بس، يبقى كده معايا 3 بيضات، عشان انا لقيت بيضة بصفرين. متنسوش حبيبي تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ماشي، معانا 3 بيضات، وهنحط طبعا فانيليا عشان خاطر البيض. الكيكة دي جميلة جدا، اسمها كيكة رواني. متنسوناش حبايبي بقى في اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. حطينا الفانيليا، هنحط طبعا نص كوباية سكر، طبعا حسب رغبتكم. عايزين تقللوا السكر عن نص كوبايه بتقللوا، بس هي نص كوبايه سكر بصراحه بتبقى مظبوطه. معانا كوبايه دقيق سميت، ومعانا علبتين زبادي معلش، وكوبايه دقيق عادي، وربع جوز الهند، ربع كوبايه جوز الهند. جوز الهند اللي بتخلي طعمها جميل جدا على فكره. ضربنا طبعا البيض مع السكر، ونحط كده الزبادي ونضربهم برضو تاني. حطينا نص كوبايه زيت بعد ما ضربنا الزبادي. ضربناهم طبعا بالمضرب اللي هو الكهرباء، لو ما عندكش اضربي بالمضرب اليدوي عادي. هنحط بقى الدقيق. حطينا معلش جوز الهند الاول، وبعد كده هحط الدقيق والدقيق السميد. انا بحط واحده واحده، يعني الحاجه واحده واحده، واقلب عشان ايه، اعرف اقلبهم. دي كده الدقيق السميد، وبعد كده هحط الدقيق بقى، كوبايه الدقيق العادي، مع طبعا معلقتين صغيرين بيكنج باودر. دي كده رشه ملح صغيره. هنحط طبعا البيكنج باودر زي ما قلت لكم، معلقتين صغيرين بيكنج باودر. جربوها، الكيكه دي هتعجبكم جدا. انا اول مره بصراحه اجربها. انا كان من بدري بصراحه عايزه اجربها، بس مش عارفه بنساب. قلت لا بقى نجربها ونشوف طعمها ايه. لا، طلع طعمها بصراحه جميل جدا جدا جدا، غير الكيكات التانية خالص، يعني دي مختلفه. هنقلبهم طبعا حلو، هي بتبقى تقيله كده عشان هتحط لها طبعا شربات في الاخر. دهنا الصينيه سمنه ودقيق. هنزل بقى الخليط اهوت. بسم الله. هنزله وبيبقى تقيل كده، اخبطها بس خبطه صغيره عشان دي صينيه ازاز طبعا، فبالراحه كده. هدخلها الفرن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. بس حبيبتي انا طلعتها طبعا، اختبرتها بخله لقيتها حلوه. اول ما تطلع على طول هزقها بالشربات. بس هي بتشرب، نحط لها العسل بتشرب. بس ما شاء الله ارتفاعها حلو. بص حبيبي هنقطع، يلا بقى نقطع مع بعضينا. كنت عايزه اقطعها 3 بس قطعتها 2. بس الخرطه طلعت بصراحه ما شاء الله كبيره كبيره قوي كده. نحط بقى ايه جوز الهند بعد ما قطعناها على الوش كده. انت عايزه تحطي كده حطيها، عايزه ممكن مثلا تغرقيها، بس انا بقول كده يعني حلو. سبت واحده فاضيه عشان بنتي قالت لي هدوقها، بس عشان هي ما بتحبش جوز الهند، عشان انا حاطه جوز الهند من جوه. بصوا الخرطه، بصوا ارتفاع الكيكه. كيكه الرواني جميله جدا. هي احمرت شويه من تحت، بس بصراحه لا، جميله جميله. انا عجبتني قوي، مختلفه. بصوا حبايبي، طريه كده وجميله جدا من جوه.
لا وطعمها حلو قوي بصراحة، يعني اتمنى بقى تجربوها. متنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. يا ريت طريقتي في الكيكة الرواني تعجبكم. بصوا هي جميلة جدا بصراحة، انا مش عارفة اوصف لكم جمالها. انا اول مرة اجربها، اول مرة اكلها بصراحة.